بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم الأعزاء، كيفاش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا بالصحة والعافية يا رب العالمين. واللي يكون مريض ربي يشافيه، واللي يكون متمني حاجة ربي يكملها له. اليوم عندي معكم وصفة تاع حلوة السكرفاش، كيقولوا لها حلوة مبروشة، كل واحد كيفاش يقولوا لها، لكن حنشاركها معكم وتشوفوا المقادير معايا كيفاش نخدموا هذه الحلوة. هنا كنت شوفوا قدامكم واش عندي كاس تاع الزيت، عندي كاس تاع السكر، عندي البيض، عندي حلة تاع الحلوى، عندي فاني. هادو فارينة بالطبع، لازمنا فارينة. هنا واش نقولكم، هنايا هذه الحلوى تجي نديرها يعني في السنيوة كبيرة، يعني ما نديهاش يعني في السنيوة مدورة، ما نديهاش يعني في السنيوة يعني كاري ولا باش تجينا يعني الشكل تاعها كيوت، يعني يكون الشكل تاعها شباب. غنوريكم هنا راه كاين الفارينة. نعاود لكم المقادير. وهنا بهذه المناسبة نشكر كامل اللي دخلوا معايا جدد، قولوا مرحبا بكم داركم، واللي قدام نقول لكم راكم دار تعرفوها. يعني ما تنسوناش باللي جام البارطاج، وما تنسوناش بلي كومونتير حلو كيما نتوما. ان شاء الله كي تشوفوا الفيديو دركا تروحوا ديروا لنا لي جنب هكذاك باش الفيديو تاعنا يشوفوه بنسبه كبيره. راك تشوفوا هنا انا درت ربع حبه تاع البيض، وانا درت كاس تاع السكر. هنا واش ندير، خلط كامل هذوك المكونات وشنو خلطهم بالفوي مليح باش يدخل لكم هذاك السكر وذاك البيض. هكذا نخلطو كما راكم تشوفوني نخلط فيهم مليح. هكذا نخلطوهم كامل مليح مليح، يعني باش يتجانسون هذاك السكر وتجينا الحلوه تاعنا يعني هكذا حلاوتها مليحه، باش كيما يكون تخلطوا السكر هكذاك ما يذوبلكمش مليح داك السكر مع داك البيض. هنا اني درت فاني. انا دايما مع الفاني دي غير قريصه صغيره هكذا تاع الملح، يعني ماشي حاجه، يعني غير قريصه هكذاك. هنا كنت تشوفوا كيفاش خلطت، كمان كنت تشوفوا كيفاش درت يعني بحال رغوه هكذا. دوكا نولي ندير كاس تاع الزيت، انا ندير بشويه ونخلط. راكم تشوفوا كيفاش راني ندير بشويه نخلط حتى نكمل كامل داك الكاس تاعي تاع الزيت. شوفوا هكذا نزيد نخلطهم مليح. انا نبدا نزيد بالفارينه، زيد بالفارينه غير بشويه هكذا ونخلط. دوك مازال ما استعملتش كامل يدي، استعملت غير الفوي. علاش عجينه مازال طريه، يعني تقدري تخلطيها نورمال، لكن كي تبغي تقصحي غير شويه نستعمل يدي. راكم تعرفوا مع كي يدخلوا وليدات المسجد لازم دائما تكون عندنا حاجه هكذا، القهوه تاع الصباح ولا تاع العشيه، لازم نديرو دائما حاجه يعني هكذا مالكي حاجه خفيفه ولا حاجه يعني تكون يعني تاع اللي تشد لكم كيما حلوه الضابة، حلوه الصابلي. هذو الحلوات هذوما يعني حلوه جافه، يعني تشد، يعني تخدموا كونتيتي هكذا كبيره تحطوها في بواطه هكذا، تغلقوها وتخلوها، يعني تجبدوا بها غير بشويه، يعني هكذاك تساعدكم. سورتو اللي وليداتهم ياكلوا يعني مع صباح تاع قهوه حليب، لازم ديروا لهم حاجه هكذا القهوه. وكاين اللي ما يحبش ياكل، تعرفوا كاين وليداتهم الصباحي ما يحبوا ياكلوا والو. انا راني دايره الخمار، شوفوني خمار يعني حليته فرغته في طبيسي صغير ودرته وين نطب فيها. تشوفوا دوكا نستعمل يدي هكذا باش نعرف العجينه تاعي كيفاش راهي، يعني تكون قاصحه تكون طريه هكذا كنحس بها. انا كنا نقولوا على الوليدات اللي صباح ما يسقهواوش، كاين وليدات بزاف يحبوا يشربوا قهوه حليب ويحبوا ياكلوا والو. هكذاك لازم دير لهم يعني لمجه معاهم، تخدموا لهم لمجه، تخدموها لهم تحطوا لهم يدوها معاهم هكذاك باش ياكلوا، باش ما يقعدوش للجوع. اكون تعرفوا كي ما يكونوش ياكلوا ما يكونش عندهم تركيز. انا واحد منهم وليدي مع الصباح ما يحب ياكل والو، تشوفوني هكذا كل يوم نقولوا كل هكذا قولوا هكذا. لازم دائما نقولوا دي حاجه معاك هكذا كل، باش على الاقل كي يلحق وقت العشرة ولا 9 يعني ما يحكموش هذاك الجوع. انا شوفوا، انا نحيت شويه من العجين ديالي، شوفوا خليت نسبه كبيره تاع العجين بجهه وديت كبيره هكذا صغيره نحيتها. هذوك كنت تشوفوا واش ندير لها، راكم تشوفوا كيفاش قطعتها يعني على اثنين، خليت كميه كبيره بجهه وكميه صغيره خليتها بجهه واحده اخرى. هنا جبت يعني البلاط تاعي ولا المول تاعي، دهنته بالزيت يعني ورشيته بالفرينه. تحبوا بالزبده تحبوا بالزيت، انا استعمل دائما الزيت عادي وتجيني عاديه.
ونحكم القسم اللي كون خليته كبير هذاك نحلو في السنيوه ديالي. شوفوا كيفاش راني ندير. ما على باليش واش بيا هاد الايامات مع التصوير، راني نصور يعني كارثه. مع زي التليفون ديالي ماهوش يعني لا كاليتي حاجه فور، يعني دائما تخرج لي فيديو عيانين والله ما على باليش واش بيا. اللهم المستعان وخلاص. شوفوا كيفاش راني نحل في العجينه ديالي. شوفوا حلها، لكن راني درتها رقيقه مانيش درتها خشينه. يعني علاش راهي فيها الخمام مع زيت طلعت تجيكم بزاف طالعه. شوفوا كيفاش راني دارتها. مام هي العجينه راهي طريه، كنت شوف راني نخدم فيها هكذا وتتلاصق يعني غير بشويه وحلوها. شوفوا حليتها كامل. هنا نجيب المعجون المشمش، ومعروفة يعني معجون المشمش هو اللي يجي مليح مع هادو يعني هادو الحلويات هكذا. لكن معليش، ولا كانت عندكم يعني نوعية أخرى تقدروا ديروها تاع فخاز عادي. أنا كنت اخترت نديرها بتاع فخاز وتجي بنينة. شوفوا ندير المعجون كامل فوق هذيك العجينة ديالي كامل، يعني ونجوزها كامل على هذيك لابط تاع الحلوى تاعنا. شوفوا كيفاش هكذا نجوزها كامل من الفوق. دوكا ايامات كي دخلوا المسجد نقولوا خمو واش نديروا العشاء، واش نديروا فطور، واش ياكلوا واش ما ياكلوش. قولوا لي لا نتوما كيما انا دائما نولي هكذا نخمم، نقول واش راح نطيب لهم، واش راح ياكلوا، هذيك ما ياكلوهاش. هكذا نقعد دائما يعني تكون في راسي تلفه واش راح نطيب. شوفوا هنايا راك تشوفوا ديك العجينه اللي خليت هذيك شويه صغير يعني صغيره، هذيك نزيد لها فارينه وزيد نقصحها شويه، ما نخليهاش طريه. علاش حنسكرفشها في السكرفاشه، ولازم عليها يعني نخليها شويه قاصحه ما تكونش هكا طريه، يعني ما تجوزليش في السكرفاش. راكم تشوفوا يعني زدت لها قسم غرفه ولا زوج هكذا تاع فارينه. شوفوا دوكا نجيب السكرفشه ديالي ونسكرفشها فوق هذاك المعجون. شتوني كي شدت المعجون راك تشوفوا هكذا مازال طريه، يعني ما قصحتهاش بزاف بزاف. علاش قلت باش ما تجينيش يابسه بزاف، يعني ما تجيش هكذا قاصحه من الفوق. صح شنو هنا كي تولوا هكا تسكرفشوا حطوها في شويه فارينه هكذا، ومن بعد تسكرفشوها تجيكم سهله، تولي تسكرفش لكم، تولي تجوز في السكرفاش. سكرفشتها كامل فوق العجينه فوق المعجون ديالي، نروح ندخلها للفرن الطيب. كي طيب لنا من تحت نشعلوا لها من الفوق، ولا كان يعني الفور تاعكم يشعل من تحت الفوق شعلوها يعني من تحت الفوق. شوفوا انا نحبها شويه محمره، وانتم دبر راسكم تحبوا تخلوها شويه بيضه خلوها. انا هذا هو اللون المفضل عندي في الحلوى، نحبها تكون شويه محمره وتكون شويه مقرمشه باش تجيني هكذا بنينه، وانتم لكم الاختيار. شوفوا كيفاش دوكا واش ندير. نحكم المعجون